السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة نعمل سوا أول وصفات لشهر رمضان الكريم. إن شاء الله نعمل أكلات سهلة مش هتاخد معانا وقت ساعة الصيام، وكل سنة وانتم طيبين، ينعاد علينا الأيام بخير يا رب. احنا هنعمل النهاردة فراخ سهلة جدا، هشوحها بمعلقة سمنة على النار. ممكن احط سمنة وزيت، وممكن زيت بس على حسب المتوفر عندك. انا هرشها عليها ملح وفلفل اسود، دول بتوع التشويح. وهحاول افضي كل شوية مكان عشان انا احط جزء من الفراخ اللي عندي. يعني هو كده فضيت مكان هحط فراخ، وبعد كده انا هشوح على الجنبين كل شوية اديها صدمة على الجنب ده وتاخد صدمة على الجنب التاني. وطبعا كل ما هقلبها انا هرش ملح وفلفل اسود تاني عليها عشان ده تتشوح بيهم يعني، وتبقى متطعمة بالملح والفلفل والتوابل بتاعتها. وهحط كمان ورق لورا كمان معاها. وبعد ما هقلب الفراخ، بعد ما اخدت وش صدمة من الجنب ده، هخليها تاخد صدمة من الجنب التاني. وبعد كده انا هحط فيها بصل، مقطعة بصلاية وهحطها تتشوح معاها. دي تتبيلة تشويحة الفراخ اللي هي ملح وفلفل اسود وورق لورا وبصلاية، وهسيبها تتشوح براحتها. وهنا بعد ما اتشوحت وشربت كل السوائل بتاعتها، ما نزلتش اي سوائل، هشيل الفراخ وهشيل الورق اللورا والبصل، وهشيل اي زوايد نزلت من الفراخ في الحلة. يعني لو في جلد لزق في الحلة انا هحاول اشيله، في جلد انا هحطه على الفراخ هستخدمه، وفي حاجات انا هرميها. وهنا انا شوحت، شايفين السمنة صافية ما فيهاش سوائل من الفراخ، يعني انا حمرتها لحد ما الفراخ خدت على الجنبين لون احمر. وبعد كده هبتدي اشيل الزوايد كلها اللي في السمنة، اللي هي ورق اللورا والبصل واي جلد لازق في الفرخة انا مش عايزاه عشان هيتحرق مني بزيادة لما اجي احط البصل. انا هنا في نفس الحلة وهي على النار كده ونفس السمنة، انا هحط بصلاية وسط انا كنت مقطعاها، هنزلها في قلب السمنة وهخليها تتشوح، يعني يدوبك تدبل مش هتاخد اي لون. وهحط معاها التوابل بتاعتنا الجافة والسليمة، يعني انا هحط التوابل اللي هي ليمون وحبهان، دول يتشوحوا مع البصلة. وهحط كمان ورق لورا غير اللي كان محطوط في الفراخ، انا هحط ورق لورا تاني، هشوحهم مع البصل كويس لحد ما البصل يدبل من غير ما ياخد لون. انا هنزل بالتوابل بتاعتنا كلها الجافة، انا ده ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وبودرة بصل وتوابل كبسة وبابريكا وقرفة وجنزبيل وكاري وكركم. دي التوابل بتاعتنا كلها. انا هعيد التوابل تاني، حطيت ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة وبودرة بصل وبابريكا وقرفة وجنزبيل وكركم وكاري، هحطهم كلهم. وأول ما ريحتهم تبتدي تطلع انا هنزل ده رز بسمتي انا غسلاه ومصفياه كويس من المية بتاعته. على كل كوباية رز بسمتي بتاخد كوباية ونص مية. انا هشوح الرز مع التوابل لحد ما كله ياخد الرز يبقى لونه كله بالتوابل. وبعد ما اشوح الرز عشان يفلفل معايا انا هنزل بالمية بتاعتنا. لو عندك شوربة وعايزة تسقيها بس طبعا تكوني واخدة بالك من الملح. وبعد ما شوحت الرز انا هحاول ان انا اسويه عشان انزل بالفراخ اللي انا شوحتها. شايفين شكل الفراخ ما شاء الله وهي متشوحة شكلها جميل واخدة لون حلو جدا. انا برص الفراخ بتاعتنا، هحاول ان انا احطها برصة مظبوط عشان تاخدها كلها. وعلى كوباية رز بسمتي كوباية مية، او كوباية قصدي كوباية رز بسمتي عليها كوباية ونص مية، او كوباية رز بسمتي عليها كوباية ونص شوربة، بس ناخد بالنا من الملح. وهنسيبها تغلي على النار، ولما تبتدي تتشرب انا هوطي النار واسيبها تستوي براحتها خالص.
وهنا كده الرز استوى ما شاء الله، شكله حلو جدا. انا هشيل ورق اللورة والليمون. شايفين شكله الرز مفلفل، الرز مش بيعجن، مقدار الرز مظبوط جدا مع مقدار المية. كوباية رز بسمتي عليها 1.5 كوباية مية. شايفين شكلها، انا ما قلبتش، هي دي التقليد يا دوبك، انا حطيته كله على النار ما قلبتش خالص. دي اول تقليبه وانا بشيلها كده. شايفين كل حاجه مستويه، الفراخ مستويه، الرز ما شاء الله مفلفل وشكله حلو جدا. شايفين مش معجن ولا اي حاجه خالص، ولا في اي حاجه محروقه ولا ملزوقه. طعمه جميل، الاكله هتعجبكم جدا. دي كبسه الفراخ، اكله كلنا بنحبها، مفيش حد ما بيحبهاش، جميله جدا، جربوها. شايفين الفراخ مستويه ازاي؟ ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتعملوا لي لايك، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وإن شاء الله وصفاتنا في رمضان هتكون موجودة كل يوم إن شاء الله، وصفة جديدة. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.